أنا أبغى أسأل سؤال وأتأكد. السويدان في قناة الرسالة كان صامتا 8 أشهر أو 9 أشهر، 8 أشهر أو 9 أشهر صامت، وبعدين ما يطلع في قناة الرسالة، يطلع في اليوتيوب ويروح في اليوتيوب ويتكلم كلام اللي أنتم تعرفونه. فجأة يخرج السويدان ويفرد برنامجا كاملا لإغاثة الشعب السوري، ثم يجمع التبرعات. أين ذهبت تبرعات قناة الرسالة؟ هل ذهبت إلى السلاح؟ نريد أن نعرف فقط، هل ذهبت إلى السلاح أم ذهبت إلى الحزب حتى يستعد للانتخابات؟ هنا يجب على الإخوة السوريين أن يأتون بخبر، ردوا علينا خبر حتى نقول للناس يا ناس لا تبرعون، ترى الناس يموتون، ما تجيهم فلوس ولا يأتيهم مال للسلاح. طارق السويدان الذي كانت له مواقف بشعة وغير جيدة في هذه الثورات، والذي كان يخادع المجتمع بدوراته وبأفكاره. وبالمناسبة أنا أقول له يا ليت هنالك من الناس، أنت تذهب إلى مرات الناس الذين لا يقرؤون في الإدارة وتثبت أن عندك عمق. أنت يعني أنت تنقل ما قاله ستيفن كوفي فقط وما جئت بجديد بل ترجمته. وما أنا يعني أرى أنه حكواتي الإخوان هو جيد القصص وما شابه ذلك. طبعا هو خادم الإخوان، وإن كان عنده أكاديمية لإعداد القادة فهو خادم، وهنالك أدلة كثيرة. ما هي مهمته في الخليج بعد أن نبذ في الكويت الآن منبوذ فراح؟ الآن مركز هو على السعودية من خلال قناة الرسالة ومن خلال التحالف مع روتانا في تحالف براغماتي نفعي لتوصيل الأهداف. هو يأخذ المنابر الليبرالية الممونة وهو يمهد للليبراليين الانفتاح كما هو يفعل. طبعا التلبيس على الشباب وإخراجهم من المنهج السلفي التي قامت عليه هذه البلاد، محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، وهو يتكلم عن الفقه القديم، الفقه الجامد، الفقه القديم. هو يريد أن يحرر الشباب من هذه الأفكار كما يزعم، وكم تكلم عن الحرية والإبداع والوسطية المزعومة حتى يفكك أفكارهم ويصبحون قادرين على أنهم يأخذوا الأفكار الإخوانية المتحررة. طبعا ويركز على المجتمع السعودي من خلال هذه الشعارات. طبعا أيضا هو وإن كان يزعم أنه يعد قادة، فهو رضي أن يكون خادما عند الوليد بن طلال وهكذا اسمه، يريد أن يكون خادما، رضي أن يكون خادما عند الوليد بن طلال وأن يركب مركبا غريبا لإفساد أفكار الشباب والفتيات. ولذلك ما استطاع هو أن يقوم ببرنامج واحد في الرسالة إلا أن يأمره سيده. وأنا تكلمت عنه بكل صراحة لأنه آن الأوان لتوضيح الأمور. هو رجل سطحي طبعا، أنا أسميه حكواتي الإخوان. قال ابن عثيمين عنه بعد أن أنزل تلك الأشرطة الفتنة، قال عنه حاطب ليل الشيخ، وعندما يثبت ذلك وارجع لي حاطب ليل. موقفه من الأحداث، موقفه من البحرين مع الشيعة، وقبل ذلك كان كلمته المشهورة سبوا أبو هريرة في بيوتكم. كلام الشيخ عدنان العرعور في قناة صفا أو وصال لا أدري عنه، قال إما أنه تشيع أو أنه جاهل لا يفهم. نعم، ورده وقال أنا لم أتشيع، وقال لم أتشيع، لكن كلامه عجيب. مقصود الآن باب الحق لأنه الدكتور ما هو موجود، أنه الآن يتحدث عن سوريا. ماذا يقول؟ يعني يتحدث أنه الثورة لابد أن تنتصر وما إلى ذلك. يتحدث عن وضع هو الآن يتحدث عن سوريا لأنه الإخوان تجمعوا والآن أعلنوا الإخوان في سوريا ونزلوا برنامجهم، صح ولا لا؟ متى نزل البرنامج؟ قريبا بدأ يتحدث وبدأوا يجمعون التبرعات. أنا أقول هذه التبرعات، أنا لا أتهم أحدا، وأقول نتأكد من تبرعات السويدان الذي جاء أي جهة كانت، أين ذهبت حتى يطمئن الشعب السوري. عندنا ملتقى النهضة، هذا إفراز من إفرازات الإخوان ومن إفرازات السويدان. لاحظ الذي أوقف ملتقى النهضة. أنا أعرف القائم عليه شاب، أنا أرى أنه قلبه طيب، وأعرف هو كان معنا في التنظيم وهو لا ينكر ذلك وكلنا في الخبر. ثم بعد ذلك هو خرج من الإخوان من التنظيم، ولكنه بقيت بعض الجينات عنده جزاه الله خير، وجاء بالحرية. يقول ملتقى النهضة هذا شعار للإخوان لتغيير منهج السلف في الجزيرة العربية. طبعا هذا أحد الصور المصغرة للسويدان اللي هو الحرية والكلام عن الحرية. تجيب بنات وتجي تسمع في فندق 3 أيام، وتجيب واحد رافضي وتجيب واحد نصراني وتجيب واحد علماني. تعايش. هذا التعايش، هذا ليس تعايش، هذا خلط في الدين، وقد أفتى العلماء بذلك. أقول هذا الملتقى سماه البعض الجنس الثالث الفكري. جميل. وعندنا يسمونه، احنا نسميه الفكر
مثل ما تقول ايش الخكري، يعني ما تدري هو ذكر ام انثى، فاهمين؟ هذه هي افرازات الإخوان. ما بين غدره للتحرر والاعلام ومحاربتها للقيم والفضايل، بين الروافض والخوارج والإجرام والزعزعة